يا جماعة صحينا هالقيت زي ما توقعنا امبارح. ياسمين خلص زاد عليها المرض وعينيها سكروا لمرحلة الصبح ما قدرتش تفتح عينيها لحد الآن، عينيها شوي متورمات. وناخدها على الدكتور لأنه جد خايفين كتير يكون صار لها لا سمح الله إشي. شوف ياسمين كيف عينيها تطلع يا حرام. عينيها خلص يعني ياسمين واصلة مرحلة يا حرام يعني يا دوب، ومنيح منها انها ساكتة. يعني ياسمين عن جد لما تكون مريضة والله العظيم ما بتغلب كتير، بس حزنانين عليها وخايفين يكون صاير فيها إشي. طمنونا يعني انتوا اكتبوا لنا بالتعليقات انه هذا إشي عادي ولا لا، صاير مع اولادكم ولا لا. هلا ان شاء الله بدنا نروح على الدكتور ونشوف شو صار. ياسمين احكي لهم يا بابا صباح الخير. منيحة انت؟ منيحة. طبعا احنا فتحنا لها عينيها في بالبابونج، هي زي اعشاب يعني عملناها زي الشاي، وبالقطن حطينا لها عينيها وفتح ورجعوا، لانه الاذى اللي كان بالعينين هو اللي سكر العينين، سكر الرموش على بعض. بس يعني لازم عينيها شوي متورمات، فلازم على طول ناخذها هلا. فهي نطلع انا وكاتي ناخذها على المستشفى وان شاء الله خير. بس حرارة امبارح كان في شوية وراحت، والصبح اليوم هلا فيش، بس هي الحرارة بتروح وبتيجي عندها. مسكينة بابا. أنا كمان مريض شوي يعني، بس طبعا الله يجعل المرض كله تبع ياسمين يطب فيه ولا يصيبها ولا مكروه، فعشان هيك مش سائل يعني قد ما أكون مريض والله. والكبير بيعرف يحكي شو ماله، بيعرف يحكي شو موجعه، بس الصغير بيعرفش يحكي، وهذا أكتر إشي جد بوجع للصغار. هاي كاتي بتمسح لها، طلع قديش كبير الأذى بعينيها، كان من امبارح بالليل مجمع. انبسطت عشان شالت. يا حرام ياسمين تحزن. يا حرام كيف انبسطت عشان شلت لها اياه. شو طلع معانا. حبيبي ياسين والله يا عالم، رغم انه هي مريضة بس دائما بتحاول تدور على الضحكة. احسن بابا. اشوف لايك لايك لايك. يا حرام يا حرام عينيها. هاي كاتي شوي انبسطت لما شافت ياسمين تضحك. يلا جاهزة؟ ياسمين جاهزة نروح على الدكتور؟ احكي لهم شو مال عينك؟ واو يا حرام ياسمين عينيكي. احنا حضرنا حالنا وامي بدها تضل هون لانه احنا رح نستنى اكيد في المستشفى كتير، فبلاش نخليها تستنى ونطلع على السريع. غير هيك لسه امي عندها تحضيرات. حاولي يما انبسطي في الدار، كلي دير بالك على حالك، ما تنهميش لحد ما نرجع. ياسمين بس تروح اكيد خلص مليون بالمية. هيك ما خدنيش، انا قلت لك خدني مش راضي تاخدني. معلش يما هناك في المستشفى في انتظار طويل عشان هيك. يلا طيب بدكم مطمنين. طيب خلص ماشي. والله ياسمين يا حرام عينيها صبحوا بالمره مسكرات. معلش صدرها سلامة قلبها ياسمين. ان شاء الله في شيء. ان شاء الله ان شاء الله يا مطمني. خدي معك هدول بعينك الله حطيهم جوا. طيب ماشي. يلا. وعن ياسمين والله رغم المرض طلعوه مبسوطة، طلع عينيها كيف يا حرام بس مبسوطة. كاتيا طبعا فيش معاها مزح، مشغولة كتير بتنظف بالسيارة. امي على الباب بتودع فينا. جاهزين كاتيا؟ ان شاء الله. ان شاء الله فيش شيء. كثير ناس. فيش شيء ان شاء الله. وهي ياسمين كلها تمام مبسوطة. بيبي ياسمين، بيبي عند ياسمين على السيارة. يلا توكلنا على الله يا كاتيا، ان شاء الله فيش شيء. احنا وصلنا يا جماعة على المستشفى. ياسمين مبسوطة بدها تروح على الدكتور على فكرة. لا مش مبسوط. لا عارفة بتحضر على بتحضر على اليوتيوب انه الصغار بيروحوا على المستشفى. يا حرام. طبعا هذا مستشفى قسم اطفال. احنا عشان باستونيا ومعانا تأمين صحي الماني بيطلع لناش نروح على دكاترة عادي، بنطلع لنا نروح على المستشفى بس. وهو منيح كثير، جينا عليه قبل مرة صراحة. خسارة يعني ضايل هاليومين في استونيا ما عرفناش صراحة، يعني خلص هيك النصيب صار انه ياسمين مرضت، فللأسف انه تركنا امي في الدار. مش عارف ان شاء الله يا رب هاليوم ولا بكرة تتحسن ونقدر ان شاء الله برضه نطلع مع بعض يعني يا رب. ياسمين بالمستشفى بتستنى دورها وبتحضر عادي. انا بدي اطلع لانه ممنوع اثنين يضلوا بالمستشفى، بس واحد. فضلت كاتيا مع ياسمين، اكيد الام راح تضل يعني، فراح اتركهم واروح وهم بيطمنوني ان شاء الله. هيك صرنا كل حدا بشقة. امي في بيتنا اللي هو طبعا في الغابة لحالها، انا في البيت عند ام كاتيا رايح لحد ما نجيب السيارة، وكاتيا في المستشفى. كل واحد صرنا في شقة بدل ما نتجمع نقعد مع بعض. لو نعرف هيك كان جبنا امي معانا، او كان انا ضليت في الدار وكاتيا راحت، لو بنعرف انه ممنوع يكونوا اثنين بالمستشفى. هيك صارت الامور. طيب يا جماعة انا جبت كاتيا وياسمين، الحمد لله وجهي مبسوط عشان النتائج طلعت انه مش اشي خطير. قالوا لنا انه بسبب الفيروس
عندها شوية التهاب في الدم وهذا إشي طبيعي، بس إن شاء الله بدنا نعطيها قطرة عشان عين بس بدك حكيت قطرة. وكمان تعرفوا يا جماعة عشان إحنا عندنا تجربة مع إيلان، فدائما بنخاف من الدنين وهاي الأمور، وبنخاف الالتهابات تزيد، وبنخاف إنه يكون إشي له دخل يعني فينا. أنا خاف أول يوم خلص إذا ياسمين مريضة أنا في بانيك. كاتيا بتجنني، بتوجع لي راسي كتير، بس الحمد لله عن جد إنه اطمنا على ياسمين وكل شيء تمام، ودينيها كمان اطمنا عليهم فيش فيهم إشي. هلا بدنا نشوف شو بدنا نسوي مع موضوع أمي وموضوع السيارة، لأنه السيارة اللي كانت معنا كانت لست ياسمين. 6 سنين؟ يعني لستها لكاتيا. فرجعناها، اخذنا سيارة اخوها، وهلا بدنا نجيب سيارة. تأجرنا سيارة بس بنستنى السيارة تجينا اليوم، هاي المشكلة. هو ضايل اصلا 3 ايام إلنا في استونيا. على كل الاحوال كاتب بدي احكي مع امي اطمنها، لانه امي كتير خايفة، كل شوي بتكتب لي قاعدة. تمام. وانا بحكي مع ستي. طيب يلا انت تحكي، انا بحكي مع امي وانت مع ستك. يلا اعطيني انترنت لو سمحت، لانه الانترنت تلفوني خليته مع امي. واخيرا رجعنا على الدار. ياسمين شو بابا اطمنا عليكي؟ هلا ميعاد نوم ياسمين يا حبيبتي ياسمين. وطمنا امي عليها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شو حكى لك؟ التهاب في الدم يما، بس طبيعي بيحكي من الفيروس. يا حبيبتي ياسمين سلامتك يا تيتا. إذا نبت قلبه يا ناس. بلاش تمرضي انت، خلص بلاش تمرضي بترويحتك بعدين. بمرضش، لا ان شاء الله لا. شو زهقت لحالك؟ انا المهم اطمن على ياسمين. بس زهقت لحالك ولا لا؟ لا والله عادي، والله قاعد وبتفرج على الطبيعة، قاعد لحالي حلو. اكيد. لا ما زهقت. ما طلعتش روحك؟ لا ما طلعتش روحي، بالعكس طمنتني على ياسمين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله انه ما فيش اشي، كل الاطفال بيعانوا بنفس الاشي. صحيح، هذا فيروس هلا. وعشان هذا الاشي ضحى الثانية نفس ياسمين. ضحى تعبانة ولاد كتير. اخوي حتى كمان علاء، كلهم وين ما كان. طيب كاتي هلا بدها تساعدنا، ياسمين بدها تروح تنام، وبعدين شو مالكم كلكم بصور فوق بنزلوا لتحت؟ مشغولين في ياسمين. عشان هيك مشغولين في ياسمين. تنظف لها دايما كاتي.